عرفتوها بدور سندس خطيبة مهدي في منامة عروسية. ليلى نور ويني وشنو تعمل حاليا؟ مرحبا بكم في باباراتزي ستار. قبل ما نبدأ الفيديو نتوجه بالشكر لصفحة هاشتاج ميديا على المعلومات اللي عاونتنا بها. ليلى نور هي ممثلة تونسية كانت تغني في سن 7 سنوات وشاركت في عدة برامج، وبعد ما اكتشفت حبها للتمثيل انطلاقتها كانت عن طريق الإعلانات التجارية، ثم شاركت في عديد المسلسلات والأفلام التونسية منها سلوكيات، يا زهرة في خيالي، منامة عروسية وفيلم فاميليا. وفي عام 2004 اتجهت لمصر وقامت ببطولة عديد المسلسلات أبرزهم بطة وأخواتها، لكن أكثر مسلسل حققت من خلاله شهرة في العالم العربي كان مسلسل مطلوب رجال المكون من 90 حلقة اللي كان من إنتاج الMBC ومن إخراج المخرج الراحل حاتم علي. دورها كان باللهجة التونسية وكان معها في البطولة عدة نجوم من العالم العربي أبرزهم النجمة نادين السيبنجي. ليلى نور اختفت عن الساحة الفنية لكن هي حاليا بصدد التحضير لعمل جديد إن شاء الله ترجع به قريبا، ونحن نتمنى لها كل التوفيق. باش تعرفوا كل جديد وأكثر أخبار خليكم متابعين على باباراتزي ستار.